الحقيقة ان اكبر غلطة ممكن الشخص يرتكبها بعد عملية نحت القوام هي الفترة اللي بعد العملية، مش فترة العملية، لان دي الفترة اللي بيتم فيها اعادة تشكيل الجسم. هي حاجة مهمة قوي علشان نقدر نوصل للنتيجة النهائية اللي احنا بنقدر نوصل لها بعد شهرين او 3. والشكل ده بيكون فيه شوية تورمات، وبيكون فيه اماكن متورمة اكتر من اماكن، وبيكون فيه الكرسي كمان بيتحكم في تشكيل الجلد على الجسم. لذلك من اكبر الاخطاء المهمة ان احنا نكون فاكرين ان العملية بتنتهي بمجرد ما احنا خلصنا العملية، وده مش حقيقي. الحقيقي ان الفترة اللي بعد العملية، الشهر الكامل اللي بعد العملية، يمكن يعادل العملية نفسها عشان نقدر نوصل للنتيجة المثالية. وده المشهد اللي بيتلبس بعد العمليه. المشهد الطبي يعتبر اهم جزء في العمليه. اولا هو بيتلبس بشكل واسع في الاول شويه، اول 10 ايام لحد ما الجسم يبدا يتعافى سنه. بعد كده بنبدا نضيق المشهد ده تدريجيا كل اسبوع ويضغط على الجسم، والهدف منه ازاله السوائل بشكل سريع، تشكيل الجسم ان الجلد يكون لازق على عضلات فيدي الشكل النهائي اسرع، وبيمنع ان التورمات تكون موجوده زياده عن اللزوم.